شيطان متلبس بصورة إنسان. فمضى إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، راح إليه الشيطان غير مكترث، فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. بعد فاتح باب خيبر أضلاع الشيطان بالنسبة لشيء. ثم قال لأقتلنك إن شاء الله. بس هذه إلى معنى من معانيه، يقتله بيد حجة الزمان صلوات الله عليه. فقال الشيطان لن تقدر على ذلك. لماذا؟ قال لأني موعود من ربي أن أبقى إلى أجل معلوم، إنك من المنظرين إلى وقت اليوم. إذن أنا وقتي مو هذا، وقتي في زمان الحجة، لازم وقته. ما لك تريد قتلي؟ يسأل أمير المؤمنين ليش تريد تقتلني؟ أنا بتعبيره مضمون العبارة أقولها قبل أن أقرأ النص حتى تصير واضحة. أنا أقدم لك خدمة يا أمير المؤمنين، خادم لك، ليش تريد تقتلني؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمي قبل نطفتي أمي. في نظره خدمة عظيمة نقدمها لأمير المؤمنين، أن يميز الناس الحلال من الحرام، يميزه. ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد، وهو قول الله عز وجل في محكم كتابه وشاركهم في الأموال. ايش قد لازم الإنسان يشكر الله على نعمة الولاية، وشلون علامة هاي الرواية تخلي تميز الطاهر من غير الطاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هاي المحاورة اللي جرت بين الشيطان وبين أمير المؤمنين، عززها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدق يا علي، قال قوله وإن كان هو كذاب الشيطان، بس بهاي القضية صادق. صدق يا علي، لا يبغضك من قريش إلا سفاحي بن زنا، ولا من الأنصار إلا يهودي، وهي كلها إلى وقائع تاريخية، شواهد تاريخية. ولا من العرب إلا دعي، ولا من سائر الناس إلا شقي. شقي دعي. أكو بعد شيء آخر يستبق